اهلا فيكم برنامج ردة فعل. كما عودناكم انا خالد جمال ومن خلف الكاميرا مصعب بن احمد نحييكم في مباراة الاتفاق والرياض في جو خيال، فتابعوها معانا ولا المباراة. رياض ان شاء الله الفوز الاتفاق بمشيئة الله. كيف تشوف ريان بلال؟ حتى الان متوسط وضعه. ان شاء الله. كيف تشوف مستوى ريان الى الان؟ ريان بلال والله مستواه زين بس كبير في السن ما يقدر يؤدي وايد، بس مستواه لا يعني صغير ريان بلال مو كبير. لا والله انه كبير خلاص فنقش، بس ان شاء الله يعني. توقعات المباراة 2-0 من يفوز؟ الاتفاق فائد المدرب. يعطيك العافية. اتفاق والرياض توقعات؟ فوز الاتفاق نصر. مستوى الاتفاق الى الان مو ثابت، مرة فوق مرة تحت، وش الاسباب؟ اعتقد المدرب لا زال ما وصل للتشكيله المناسبه، لكن هذا ما يعطي العذر انه يعبث بالنادي. صبرنا واجد وملينا. تشوف ريان بيسوي شيء اليوم؟ ما اتوقع. يعطيك العافية. ان شاء الله اتفاق ان شاء الله. زين الى الان احنا نشوف الاتفاق مرة فوق مرة تحت، وش الاسباب؟ والله صحيح كلامك، الاسباب مجهوله صراحه لحد الحين ما ندري. بعد فوزهم على ابها اللي يشوف يقول يعني خلاص ما راح ينهزم الفريق، بس للاسف مع القادسيه رجع، واي هزيمه يعني تاثر على الاتفاق بعد المباراه اللي بعدها. يعطيك العافية. الله يعافيك. توقعاتك نتيجة المباراة؟ والله ان شاء الله الاتفاق فايز ان شاء الله. زين وش اسباب هبوط الاتفاق؟ مرة يهبط مرة فوق مرة يهبط. والله اسباب كثيره، منها عدم الثبات على تشكيله واصابات اللعيبه. هذه بعض الاسباب اللي خلت الاتفاق ينزل في مستواه. الى الان اعضاء الشرف يدعمون النادي بمليون و800، مليون من عبد الرحمن راشد، 500 من البن علي، و300 من عدنان المسحل. كيف تشوف هذه المبادرة؟ والله مبادره طيبه ونشكرهم عليها، واتمنى ان شاء الله بعض اعضاء الشرف يواصلون الدعم ولا يتوقفون، اساس ان شاء الله يرجع الاتفاق الى مصاف الدوري جميل ان شاء الله. يعطيك العافية. نقول يا رب ان شاء الله بدايه خير، بدايه رجعه الفريق يا رب، ونتمنى يا رب نفوز اليوم. الفريق في انحدار غير طبيعي، بس نتمنى ان شاء الله مباراه الرياض تكون عوده الفريق الى المسار الصحيح ان شاء الله. اين الاتفاق حاليا؟ والله الاتفاق حاليا في يد اللاعبين، مش في يد الاداره ولا المدرب صراحه، في يد اللاعبين نفسهم، اذا كانوا حابين يطلعون ممتاز يثبتون جدارتهم يطلعون ممتاز. اعضاء شرف الاتفاق الى الان يدعمون النادي بمليون و800 الف، مليون الراشد، 500 البن علي، و300 عدنان المسحل. والله ما قصروا كمجلس، يعني اعضاء شرف سوى الدور اللي عليه، ووفر الماده اللي كانوا يشتكون منها الاداره سابقا، يقول لك نقص ماده دائما، هذا هم وفروها الان. اتمنى من اللاعبين يحسون بالمسؤوليه اللي قاعده تتوفر الماده للنادي يعني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الاتفاق ولا الرياض من يفوز؟ اتفاق. كم يفوز؟ 3. تحب الاتفاق انت؟ ايوه. اتفاق ولا الرياض؟ اكيد اتفاق ما يبغى له كلام بعد. كيف تشوف الاتفاق الى الان؟ والله المباريات الماضيه الصراحه مستوى مو ذاك الزود ابدا، فان شاء الله المباراه ما يخيب ظننا باذن الله. يعطيك العافيه. يعافيك. الاتفاق ولا الرياض؟ الاتفاق ان شاء الله. مستوى الاتفاق الى الان هابط. ان شاء الله المباراه هذه يرجع افضل. اعضاء الشرف يدعمون النادي بمليون و800 الى الان، عبد الرحمن راشد مليون، البن علي 500، وعدنان مسحل 300. الله يزيدهم ويزيد يكثر خيرهم ان شاء الله، ويزيدوا التبرعات والدعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا سلام ويا سلام ما علينا من الكلام، روح شوف الاتفاق غالب كل الديار. يسمونه فيزة وزارة. Go!
أنا أشوف النتيجة مش منضمنة بوجود تلاحق الفرق علينا، مثل الوحدة منافس الحين والقادسية عندنا. لازم يفوز الشباب اليوم بأي وسيلة، يعني كانوا يلعبوا بطولة بخروج المغلوب. كيف تشوف أرضية الملعب؟ والأرضية الملعب أنا أحسبها ما تساعد اللعيبة قاعد، شفت أنا أكثر من انزلاق سواء من لعيبة الخصم فريق الرياضة أو من لعيبة الاتفاق. برضو يمكن التشكيلة سبب في انحدار الفريق. أنا أحس التشكيلة مش مناسبة ندخل لعيبة اثنين في الأظهر، مش مناسبة. يعني لو مخلي الزبيدي، صح الزبيدي سوى مشكلة، بس لو مخلينا أفضل تجانس بينه وبين اللعيبة. أنا أحس اللعيبة في الظهر اليوم عماد ما أحد يسانده في الأظهر في بعض الهجمات، وريان بلال أحسبه ثقيل في الهجوم. يعطيك العافية. الله يعافيك. 1-1 الشوط الأول. إن شاء الله نجيب الفوز إن شاء الله 2 و3 وأذكرك. وهل مقتنع في التشكيلة اليوم؟ والله يعني نوعا ما. وش الأسباب انخفاض الاتفاق؟ والله بيني وبينك اذا كانوا اللعيبه من اصل النادي هم اللي بيلعبون صح، اما تجيب من برا ما بينفع. يعني لو تجيب من الاولمبي هو اللي بينفع، يعني يلعب عشان الجنينه، بس لو تجيب من نادي ثاني ما بينفع. يعطيك العافيه. الله يعافيك. 1-1 الشوط الاول. يعني زين بس والله وصلت شوي ما في ترتيب، ما في صناعه لعب، ما في اللعيبه بعاد عن بعض، لكن ان شاء الله نشوف. شنو سبب انخفاض فريق الاتفاق؟ والله ما ادري والله سبب معين، لكن كل شوي لاعب كل شوي لاعب جديد يعني حاليا الاداره واعضاء الشرف كل شيء يعني اعضاء الشرف اخر مره دفعوا 1,800,000 مليون من عبد الرحمن راشد، 500 من البن علي، 300 من عدنان المسعد، يعني كل شيء موفر لك حاليا. ما قصروا والله، لعيبه يبغاهم شوي، يعني ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله، مع كثره المباريات ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. يعطيك العافيه. أن هناك هدف، لكن الهدف ممكن يكون لعمر خضري. محاولة للرياض، خسارة، لا مستوى ولا شيء. اهلك اصلا حتى حق الصعود الى مستواك كذا. اي ما راح نصعد اصلا بهالمستوى هذا. لاعبين لا روح ولا في اداره زي الناس، والمدرب يتحمل الغلط صراحه. الفريق مهزوم 2-1 ويلعبون كانهم ماخذين كاس العالم وجالسين، والجمهور هذا يحترق قلبه يشوف العالم. اللي يعطل اموره يوم الجمعه ويطلع معه هلجه المباراه، واللي جايك من تبوك واللي جايك من الرياض عشان يشوف فوز. تو مصقوع الرياض قبل المباراه اللي قبلها سجدوا بعد المباراه، لان عارفين انه مستحيل يفوزون على المباراه. بس لعيبه شو تقول؟ وهذا الحين النهضه القادسيه فاز يقولون، تعادلنا في النقاط الحين. قدامك النهضه والطائي والوحده كلهم بتقابلهم في الدمام. اذا بنروح هذا انسى الصعود وانسى الاتفاق، خلاص 20 سنه قدام زي النهضه اول. الله يعافيك. لا مستوى ولا نتيجه، الى متى بيصير حال الاتفاق كذا؟ والله الاداره نشوف وضع الفريق صراحه، بعد المدرب ما شاء الله عليه كل المباراه شغال. هذا متدخل اداره صراحه، شو الحل؟ جذري يعني. شو الحل صراحه؟ المباراه سيء كل مباراه 3 على 4 دخلوا هزايم. فلازم ندخل اداره وعم شو المدرب شو الحل صراحه، واللاعبين الكبار يعني يساعدون الفريق بخبره مثل صالح بس معاهم يعني شباب صغار يعني يعطوهم يعني اسمه وجهونهم كذا يعني. بس الفريق صراحه الوضع سيء محزن. يقعدون بشكل مطولين بالدرجه. اول المدرب اليوم لاعبين تشكيله ما ادري منين جايبها، والتغييرات ما شاء الله يلعبون حرام والله حرام. روحنا تعبنا والله تعبنا عند الجمهور. الله يصبرنا. اطالب بس لعيبتنا من الاولمبي، بس لعيبه نادي الاتفاق هم يلعبون، اما الطيور المهاجره ذولي والله ما ينفعونا، والله ريان بلال ما ادري وش خرابيط ذولي ما ينفع. لازم من ابناء النادي هم اللي بيلعبون صح. مبروك لنادي الرياض، ويكفي ان نادي الرياض اليوم فاز ودق خشم اداره نادي الاتفاق عشان يعرفون كيف قيمه الاتفاق.
وهذول ما هم كفوا يجلسون في الاتفاق اصلا. لا مستوى ولا شيء اهلك بالدنيا. ما في شيء جديد، دام اداره الدوسري موجوده، الاعضاء والسماسره اللي تحت الدوسري موجوده، ما في ولا حاجه. يجيبون ناس شابه، ما في الاداره ناس شابه تجي. هذا الشعار ما حد كفر اي رجال يلبسه من اللعيبه هذول، اقسم بالله ولا واحد يلبسه. احنا نحترم الشعار هذا، ما يلبسه الا رجال، الشعار هذا ما يلبسه الا شنبات. اتمنى الفيديو يوصل، احنا نحترق وصوتنا يبيع وضغط وسكر، والنهايه يجوا يفشلونا. الصفا فايز 4 على الرياض، وفي النهايه يجوا يسووا لنا كذا. الشعار هذا نبغى نقول لهم ما يلبسه الا رجال، ما حد يلبسه، ما يلبسه اي واحد، ما حد يلبسه. بعمر ان شاء الله 5 سنوات، حاله من حال الرياض بيصير في ركاب، طول ما هذا مستوى اللاعبين والاداره لا تعليق، خلاص ضاعت فرصه الصعود، ما في صعود. لعيبه مو محطين في راس الاعتبار الفريق اتفاق، ولا تاريخ اتفاق، ولا اداره تحاسب، وتخبطات مدرب، لاعبين بدون روح. انا اقول لك اياها يا اخوي خالد، انا ما اتوقع بالاسامي هذه ان السنه هذه احنا راح نرجع لدوري جميل، ابدا ما اتوقع. فما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. يعطيك العافيه. لا طبعا ما راح تروح جميل، بس انا اللي اقول لك كلمه واحده موصله، حسبنا الله ونعم الوكيل من اللي لعب تاريخ الاتفاق، وخلى الانديه الصغيره تلعب فينا بالطريقه دي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تعليق والله، لا تعليق، والله حرام قاعد يسوي، والله قاعد حرام. لا مستوى، لا لاعبين، صفقات، نقلات تشتري تنتهي بعد يومين. اتس صفقات زينه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش تقول؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ابو حميد شو السبب؟ هذا فريقنا اللي لعب قبل يجيب كم الدبور موسم على نهائي كاس ولي العهد، والله ان الواحد يعني مذهول من الواقع، مذهول. يعني حنا كبرنا وحنا نشجع الاتفاق، يعني زمان الفريق ما كان يرضينا، لكننا كنا ندخل المربع الذهبي. صحيح ما نلعب النهائي، لكننا في المربع الذهبي. اليوم حنا في الدوري الدرجة الأولى، ما نحن قادرين نطلع الممتاز. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو تقول اخوي؟ هذه 5 مرات نازل الموسم. يعني وش الحل؟ لازم نصلح الدفاع اكثر شيء، يعني الدفاع عندنا ميت جدا. ما مشكلة مش فنية. لا الدفاع ما في حماس، الفريق مستهتر، عنده ثقة انه هو راح يصعد بشكل او اخر، بالطريقة هذه ما راح نصعد، يمكن 10 سنوات ما نصعد. والله احنا اهم شيء بغض النظر عن النتائج، احنا نقول المستوى. يعني قبل 3-4 مباريات كان المستوى ممتاز، وكنا نصفق لهم حتى وهم خسرانين. لكن الان لا مستوى ولا نتيجة، هنا مشكلة. ايش اللي تغير في الفريق؟ ليش تغيير الخطط هذه مع الوسط فاضي ما في احد، اجنحه اللعب على جهه واحده على اليمين فقط، لاعبين ما قادرين يوصلون كره للهجوم. فنتمنى تصحيح الاخطاء. يعني احنا الان كنا متاملين بالصداره بفارق نقاط كبير، الان نقول يلا نصعد.